السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم شاهد سبب زيارة وفد جزائري في للمغرب رغم المشاكل بين الدولتين. وقبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك الجديد. شارك وفد جزائري برئاسة مسؤول رفيع في وزارة الاتصال الجزائرية في الاجتماع 53 لوزراء الإعلام العرب أمس الأربعاء والمنعقد في العاصمة المغربية الرباط. على الرغم من العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين الجارين منذ أغسطس آب 2022، وخفضت الجزائر مستوى تمثيلها إلى مستوى أدنى، حيث ترأس رئيس ديوان وزارة الاتصال ذبيح رضوان الوفد في الاجتماع الذي ضم الوزراء العرب ومن يقوم مقامهم ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية المعتمدة لدى الجامعة العربية تحت إشراف الأمانة العامة للجامعة ووزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية. ولم تعلن وزارة الاتصال الجزائرية عن هذه المشاركة في هذا الاجتماع العربي، كما لم تتناوله وسائل الإعلام المحلية. وكان لافتاً حدوث التطور مساء الثلاثاء الماضي بعد إعلان الرئاسة الجزائرية إقالة وزير الاتصال محمد بوسليماني دون أن توضح أسباب ذلك. وجاءت المشاركة الجزائرية في الاجتماع العربي في الرباط على الرغم من رفض الرئاسة الجزائرية في وقت سابق مشاركة وفد نيابي من البرلمان الجزائري في المؤتمر 17 لجمعية برلمانات دول المتوسط الذي عقد في 2 مارس آذار الماضي في العاصمة المغربية الرباط على خلفية القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.